السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الحمام الكذاب، وهقول لكم أنا مطلعاه اوردر. هوريكم الأطباق اللي بيتحط فيها وطريقة التحضير وسعره وكل حاجة عنه. ممكن تبدأي مشروع من البيت، تعملي أكل بطريقة بيتي سهلة وبسيطة، جميل بس جدا. خليكي معايا. لآخر الفيديو. ده شكل الوجبات. شايفين الأطباق دي أطباق ألمونيوم حرارية، عادي تتعرض للحرارة بس مش في الميكروويف، يعني عادي تتسخن في الفرن على أساس اللي عايز الوجبة يسخنها، بس هو الأكل بيروح سخن. ده شكل الحمام الكذاب ما شاء الله. وأهم حاجة الفينش يا جماعة، نخلي الطبق شكله حلو، لأن ده سبب من أسباب إن انت شغلك ينجح. النظافة والشكل النهائي الجميل، وطبعا السعر يكون مناسب. الحمام الكذاب بجد هو انا دايما حتى بعمله لولادي بيحبوه جدا. طعمه مميز بصراحة. انتي بتجيبيه من عند بتاع الفراخ، بتقولي له انا عايزاك تعمله لي حمام كذاب، هو بيشلك العظم وبيشتغلك فيه ويسيبلك الجلد بتاعه تمام، على اساس انه يتلف يتحشى معانا ونلفه. دي التوابل بتاعتنا: كزبرة، كمون، ملح وفلفل وشوية من الكاري. بحط انا هنا معايا في حلة على النار شوية من الزيت وحتة من السمن، سمن وزيت او زيت وزبدة المتوفر عندك. وبحط بصل على قد كمية الرز اللي هعملها. لو هنقول كيلو الأوراق، كيلو الأوراق بيبقى وركين لو كبير، أو لو هو وسط ممكن يبقى كيلو إلا ربع، الوركين يطلعوا كيلو إلا ربع. تمام. الاتنين ممكن يتحشوا بنص كوباية من الرز. أنا بعمله محشي رز كمان، بحط جنبه جنب الوجبة رز زي ما انتوا شفتم في الأطباق. بنشوح البصلة وبعدين بننزل بالتوابل، وبعدين بنزل بالرز كده بالشكل ده. ممكن تحطي معاها كبد وقوانص يعني، او كبد بس براحتك، بس انا هنا بصراحة مش حاطة. وبنحط المية يدوبك على الرز يبقى باين، مش زي المية العادية بتاعة تسوية الرز التاني، لا احنا عايزينه مستوي نص سوا، مش كامل النضج، نص سوا. بنغطي عليه ونسيبه بالشكل ده اهو نص سوا. اهم حاجة يا جماعة تشويح الرز كويس مع المادة الدهنية. انا خدت شوية اللي هحشي بيهم، والباقي سبته في الحلة. هزوده مية مغلية طبعا وهو لسه سخن، هزوده مية مغلية وهكمله الملح بتاعه وهسيبه يستوى، لان ده انا اقدمه جنب الوجبة مع الحمام الكذاب. زي ما قلتلك يبقى انتي عارفة تجيبي قد ايه. عرفتي دلوقتي الحمام الكذاب او الاوراق سعرها من 70 ل73 الكيلو. طبعا سعر الفراخ غلى جدا جدا. انا بطلع بصراحة الوجبة حاليا ب50 وممكن تزيد حسب سعر الفراخ اليومي بصراحة. شايفين هنا انا بين الجلد ببقى حاشية البصلة مبشورة، حاطة عليها ملح وفلفل ونفس التوابل اللي كنت حطاها، والكاري وكمون كزبرة، وحط لها شوية قرفة بتبقى جميلة برضو. وبتحشي بين الجلد وبين اللحم كده، بتتبليها وتسيبيها نص ساعة في التلاجة. ده جمال الرز بتاعنا. شايفين قد ايه الرز مفلفل وجميل، استوى نص سوا. بنبدأ نحطه كده. طبعا هو محافظ لنا اهم حاجة على الجلد. شايفين انا بلفه ازاي؟ بلفه رول كده، واسيب الجزء الكبير من الجلد هو قدامي، وابدأ الف عليه كده بالشكل ده. شايفين بدخلها كلها في بعضها بالشكل ده. وطبعا انا بعمله بصراحة بطريقة صحية جدا، اللي هي الخيط، او لو عندك
الدبارة التخينة شوية بالخيط بالشكل ده بلفه. في ناس بتعمله بالبلاستيك راب، وناس بتعمله بالورق الفويل وتغليه جوه الشوربة. طبعا يا جماعة ده غلط جدا جدا على الصحة. يعني احنا مش مهم عندنا الشكل يبقى واو قوي يعني، بس احنا عاملين حاجة خطر على صحتنا. لا، احنا عايزين نعمل الحاجتين في نفس الوقت، حاجة مفيدة ما تضرناش، وفي نفس الوقت شكلها حلو وطعمها جميل. انا بلف كده بالخيط بالشكل اللي انتوا شايفينه، وفي الاخر ببدأ اربطها على اساس تبقى ماسكة معايا ما تفكش وهي بتغلي اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بالشكل ده. خلصي بقى انتي كل الكمية بتاعتك، تمام، وهنبدأ نحطها في مية مغلية فيها ورق لورا وحبهان ومستكة وفلفل، مش هنحط الملح دلوقتي، ونسيبها لمدة نص ساعة على نار هادية جدا. ونشيل الخيط بعد ما تستوى، وبنحمرها كده في سمنة بزيت، او بتحطيها على الجريل مع شوية من الحليب والسمنة والملح والفلفل، وطلع ما شاء الله تبارك الله تحفة زي ما انتوا شايفين، وما فكتش معانا ولا اي شيء. والرز بتاعها فظيع بصراحة جنبها. كمان لو عندك شوربة ممكن تزودي الرز ده بالمرقة، بيبقى تحفة. ومعانا شكل الوجبات يفتح النفس. انا زي ما قلت لكم بطلع الوجبة دي ب50، وهي قابلة للزيادة حسب سعر اليومي للفراخ. ان شاء الله ان شاء الله ندعي كلنا الاسعار تنزل شوية. جميلة قد ايه بجد، ولادي بيحبوها، وكمان انا بطلعها اوردرات كتير ما شاء الله، الناس برضو بتطلبها كتير. هي كانت الاول طبعا سعرها ارخص بكتير، فكانت قدام الحمام طبعا هي وجبة موفرة، لكن احنا بنتمنى ان السعر ينزل شوية بإذن الله. يلا بقى قومي اتنشطي واعملي مشروع من البيت. ان شاء الله انزل لكم سلسلة اكلات تبدأي بيها مشروعك. والاطباق دي مادام هتبدأي مشروع بلاش تجيبي اطباق بكميات كبيرة، هاتي على قدك في الاول، على قد احتياجك، وبعد كده ان شاء الله ربنا يفتح عليكي وتزودي وتجيبي اعداد. طبعا بيبقى فيه بال50 طبق وال100 طبق وانتي طالعة كمان. بتمنى يكون فيديو النهاردة استفدتوا منه. ان شاء الله فيديوهات تانية عن الشغل الاونلاين. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.